يا صباح الجمال على أحلى اخوات في الدنيا كلها. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. تعالوا النهاردة هنعمل الطحينة الخام بأقل التكاليف، كمان من كمية صغيرة أو معلقة منها صغيرة هتعمل معاكي أكبر كمية من الطحينة. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها أحلى من الجاهز 100 مرة. جربيها وهتعتمديها ومش هتعملي غير الطريقة ديت. وقبل ما نبتدي أي حاجة ادعموني بقى بلايك واشتراك للقناة. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه ونسمي الله. أول حاجة معايا كوباية ونص من السمسم، ده المقدار اللي نعمل بيه. تقدري تعملي بقى المقدار اللي أنتِ عاوزاه، نُص الكمية، تضاعفي الكمية زي ما أنتِ عاوزاها، أهم حاجة تمشي على الخطوات مضبوط وتابعيني لآخر الفيديو عشان تستفادي من كل حاجة هاقولها لِك. أول حاجة معايا كوباية ونص من السمسم، السمسم اللي هو بيبقى محمص، بتجيبيه كده محمص زي ما هو. نبدأ كده نجيب المطحنة بتاعة الخلاط، ونبدأ نطحن فيه حبة بحبة، هو ما بينفعش تعملي كمية كبيرة عشان تتطحن معاكِ كويس، زي ما هو كده زي ما أنتم شفتوا بيتحول شكله للشكل دوّة، فلازم تعملي كمية، يعني معلقتين، معلقتين كده ابدئي اطحنيهم في المطحنة. وبعد ما نخلّص الكمية كلها هاوريكم بيبقى شكلها عامل إزاي. نفضّي الكمية ونبدأ نطحن الكمية التانية في نفس برضه المطحنة بتاعتنا. حتى لو جبتِ سمسم أبيض تقدري تحمّصيه كده دقيقة كده على النار. طبعًا بعد ما طحناه بيبقى شكله عامل زي الحلاوة الطحينية، بيبقى شكله يعني بيشبه كده الحلاوة الطحينية، بيبقى مهروس كده. طبعًا الزيوت بتاعته بدأت تنزل، زيت السمسم بدأ ينزل، فبيبقى شكله كده. معايا بقى إيه، معايا كوباية من الزيت، يُفضّل بس يكون زيت ريحته حلوة، ومعايا كوبايتين من الدقيق. أول حاجة بقى هاتي الخلاط بتاعِك وابدئي إن أنتِ فضّي الكمية كلها بتاعة السمسم اللي إحنا طحناها. هنعمل إيه بعد كده، هابدأ إن أنا أضيف الزيت حبة بحبة، يعني هاضيف كده حبة وهابدأ بقى إن أنا أشغّل الخلاط، والخلاط شغّال بننزّل بقى كده الزيت يعني سرسوب كده واحدة، واحدة عشان بيبدأ يلِف معايا ويبقى عبارة عن حاجة كده سايلة. وبعد كده نبدأ بقى نتقِّله بالدقيق. هو كده لحد دلوقتي معانا طحينة خام. تقدري اللي أنتِ مش عاوزين دقيق تقدروا تستغنوا عنه، بس إحنا بقى بصراحة يعني بيبقى فرصة بقى إن إحنا نزوّد دقيق عشان ال ال نكتر يعني الكمية بتاعتنا ونعمل معانا برطمانات كتير. والدقيق ما بيبانش نهائي بأمانة. اعملوه وجربوه الطريقة ديت، الدقيق ما بيبانش ولا طعمه بيبان خالص. طبعا وهو الخلاط شغال بدأنا نضيف معلقتين كده بمعلقتين من الدقيق. طبعا هو بيتقل ساعات نفصل الخلاط ونقلبه تقليبة بالمعلقة ونبدأ نضيف عليه الدقيق التاني. عاوزة أقولك إن ممكن تضيفي من كوبايتين دقيق لكوبايتين ونص كمان من الدقيق. ضربناه ضربة طبعًا كويسة جدًا، جدًا في الخلاط، طلع معانا بالقوام دوّة، قوام معقول ولا خفيف أوي ولا تقيل أوي. في إيدِك التُقل وفي إيدِك إن أنتِ تخففيه، بإيه؟ إن أنتِ لو عاوزة تخففيه عن كده تزودي الزيت شوية، لو عاوزة تقليه عن كده تقدري تزودي الدقيق شوية، زي ما أنتم عاوزين بقى تقدروا إن أنتم تحولوه لبرطمانات أكتر من كده كمان. يعني لو عايزين تزودوا الكمية طبعًا دلوقتي لحد كده السمسم باين فيه وكأنه ما عليهوش لا دقيق ولا عليه أي حاجة. بأمانة يعني طعمه طحينة خام الخام، يعني ولا أكنها محطوط عليها أي إضافات. بما إن بقى إن إحنا بنعمل الطحينة بصراحة فأنا باحب أستغل الفرصة ديّة، وأعمل كده طبق طحينة محترم. حطي كده معلقة واحدة من الطحينة وعليها معلقة صغيرة من الخل وفص توم كده مطحون ورشة من الملح صغيرة وحوالي نص كوباية من المَيّة أو كمان ممكن تزوّدي. ونبدأ بقى نضربها في الخلاط، رشّة كده من الشطة ويطلع معانا أحلى طبق طحينة. بُصّوا يعني من معلقة صغيرة مكان ما ضربنا الطحينة قدرنا نعمل أحلى طبق طحينة. طحينة قوامها تقيل، كمان طعمها غني جدًا، جدًا، طعمها حلو جدًا. زي ما أنتم عارفين كمان إن السمسم مفيد، فتقدري إن أنتِ بقى تعملي الكمية اللي أنتِ عاوزاها تحتفظي بيها في التلاجة، تقدري تعملي منها أي أكلات، أي سلطات حلوة جدًا، جدًا. يالّا بقى ادعموني بلايك كده حلو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، وكلّه يستفاد منه ويعمل الطريقة ديّة، وأكيد هتعتمديها عندِك ومش هتعملي غير الطريقة ديّة. ولسه ما اشتركتيش في القناة، يالّا اشتركوا في القناة عشان تشوفوا معايا كل حاجة تفيدكم. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.